والمغرب تقصد والمغرب تقصد والمغرب تقصد والمغرب تقصد. انت مالك عاوتاني يا سعيد؟ ربحنا واش ربحتي؟ ماتش. السلام عليكم، معكم مهدي فكري في حلقه ثانيه من البرنامج ديالكم الفكرون في الكار. الحلقه ديال اليوم غتكون مختلفه وغندويو فيها على تحليل مبسط للمنتخب الوطني ضد نظيره الكونغو، وفي نفس الوقت غنهضروا على اهم ما ميز الجوله الثانيه من كاس افريقيا. بعد الخساره اللي تلقاها المنتخب ضد الكونغو بواحد الصفر بسذاجه ودخوله في اللعب فوضوي ما غاديش يعطي حتى فائده وعندهم توفيق امام المرمى. المدرب الوطني صلح الاخطاء في المباراه الثانيه، وهذه التعديلات اعطت فوز عريض على الطوغو 3 اهداف اداء ونتيجه، وتكون اكبر حصه في البطوله لحد الان. الناخب الوطني بدا المقابله بخطه 4-3-3 او 3-5-2، ولكن بعيده عن جميع المسميات اللي كنعرفها، بنفس التشكيله اللي لعب بها المباراه الاولى، مع اهم تغيير وهو بدايه فيصل فجر بلاصه مهدي كارسيل. النهج اللي شفناه في جوج مباريات كان على الشكل التالي: الاحمدي في حراسه، وثلاثي الدفاع سيس وداكوستا، وعطاء بن العطيه مهام مراقبه اديبايو. في الوسط كون الاحمدي ومبارك وبوصوفه والقادوري وفيصل فجر. ضرار وحمزه منديل كانوا كيطلعوا من اجل ترك المساحه لثلاثي الدفاع، ومن الخصم كيشد الكره كيرجعوا للدفاع كاظهره واللعب الخماسي دفاعي. واخيرا بوهدوز كسترايكر واحد. دابا ندوزو المباراه. حتى دابا مازال ما بغيت تفهم ليا دقيقه 5 و11 اللاعب ديالك في الثلث الاخير للملعب الخصم، برغم ان اللاعبين داروا ارتداد سريع ضد الهجمه المرتده، ولكن الا انهم ما عارفينش كيفاش يتمركزوا ويبانوا مشتين وتابعين اللي عنده كره وماشي هذاك اللي غتعطيه كره. فيصل فجر حتى هو انه رجع للمسانده ولكن ما كملش، حيت ما عندوش نزعه دفاعيه، وبالتالي التمريره واحده ضربت 5 المدافعين وصلت للمهاجم بدون اي متابعه. هيرفي اللي دخل فيصل فجر بلاصه كارسيلا وفق تماما في اختياره. الاسود ماركاو التعادل دقيقه 14 عن طريق بوحدوز والسيس الهدف الثاني بتمريرات حاسمتين كتعطي التقدم للاسود. فجر اللي قدم دوره التقشيكي على احسن وجه، لا من حيث المسانده الدفاعيه ولا حتى التغطيه. ضرار في الرواق الايمن، وايضا التمركز ديالو المتكرر والاسقاط في الثلث الثاني من الملعب الخصم. وزياده على ذلك انه كيخلي ضرار يلعب اريحيه في الشق الهجومي، اي كيحل مساحه خاويه للعب. عزيز بوهدوز كيستغل الفرصه ديالو على اتم وجه وبمجهود بدني وحتى استغلاله للجسم ديالو كمحطه لاستئلام الكره، ويعطيها في المساحات ديال فيصل فجر ديال ضرار او اللي هو نيت. ولكن من بين السلبيات اللي عنده هي كيشك في راسو وكيتلف بحال هادي، وهادي وحتى هادي. اما الرواق الايمن او شارع نبيل ضرار فكان نشيط وكان يماركي لولا التركيز. وفي اليسار منديل كان ماكينه في الشوط الاول طالع هابط، وفي الشوط الثاني ولا مقيد بادوار دفاعي. اما بوصوفا قدم الدور ديالو المطلوب وهو اعاده بناء الكره، رغم الاخطاء اللي واحد منهم اللي كان غيكلفنا غالي حيطلب الكره في منطقه محرمه وخلى بلاصتو خاوي. في بدايه الشوط الثاني ب 10 دقائق الناخب الوطني لاحظ ان الجهه اليمنى فيها مساحه خاص يستغلها بالسرعه ديالو، لذلك خرج القادوري اللياقه البدنيه ديالو سالت دقيقه 60 ودخل يوسف النصيري. نزول ديالو اعطى شحنه اخرى للمنتخب ودار داكشي اللي طلب منه المدرب، واستغل الفراغ الموجود في الجهه اليمنى ومحن الظهير الايمن للمنتخب الطوغولي كاكيب بانسلاته حتى طلب الكره وايضا تحرك بدونها، وجاز على المجهود ديالو بتسجيل الهدف الثالث. المهدي بن عطيه مجرد اسم في التيران، النيفو ديالو ناقص. اديبايور 33 سنه وعام من لعب وسخسخو وتفوق عليه في 25 متر الاخير، وحتى الكره بالراس كانت تعطي الهدف. بن عطيه من حيث الاقلاع عنده بطء، اما من ناحيه الدفاعيه في المجموعه كانت طوب. كخلاصه افضل مستوى للمنتخب في الكاس هو اللي قدم المنتخب الوطني الى حد الان وبيد العاطفه. رجل المقابله فيصل فجر. ماما افريقيا الجمهور ديالها جمهور عالم، سوا رابح خاسر متعادل طاح صاروخ في التيران، الايبولا دخلات الاعصار ما على بالهمش من مسكينش، ديما النشاط والشطح. الله عليك. وهذا كان التحليل ديالي المتواضع لمباراه المغرب والطوغو، ونخليكم مع ترتيب المجموعات.
المجموعة الأولى هائجة لقيت الهيجان، المجموعة الثانية مشتعلة بالأهداف، المجموعة الثالثة حرارة وغزارة في الأهداف، وأما المجموعة الرابعة فضباب متردد. كانت هذه هي أحوال المجموعات الأربعة، والسلام عليكم. وي وصلنا لنهاية الحلقة، نتمنى تكون نالت الإعجاب ديالكم، وجمجمونا حتى لاباج، يا اللي كيتفرج وكيهرب جمجمنا الله يرحم لك الوالدين، وكان هنا